التعاسة ديال المواطن المغربي وصلت إلى حد لم يصل لها المواطن في التاريخ. واش بعد الأزمة ولا قبل الأزمة؟ ولا شكون ما نبقاوش بعدا نهضروا بالأزمة بالمفرد، خصنا نهضروا بالأزمة بالجمع. الأزمات دابا المغرب كيعيش أزمات. الناس يكون سيدي ومولاي اللي يتحمل المسؤولية، اللي يدخل اليوم المسؤولية. راه ماشي اللي يجي يجرب فينا بحال داك الحلاق يقول لك تعلموها اليتامى، تعلموها الحلاقة، تعلموها الحجامة، فريوس اليتامى. واش دابا حنا يتام باش يتعلموا فينا شي مسؤولين؟ علاش اللي ما قادش بالمسؤوليه وما عندوش مؤهلات للمسؤوليه لاش يقلب على المسؤوليه؟ لاش يدخل الانتخابات ولاش يدخل البرلمان ولاش يقلب ويرغب ويزاوق ويجري ويقول انا بغيت نكون وزير؟ علاش بغيت انا ديروني في القائمه باش ناخذ المسؤوليه ديال هذه المؤسسه العموميه؟ علاش تتقلبوا على المسؤوليه ملي ما تكونوش قد المسؤوليه، لا في التكوين ولا في العلم ولا في المعرفه ولا في التجربه ولا في التقوى؟ حيد المسؤول ديال الموضوع هذاك اللي ما عرفش كاع اش كيصيفطوا للناس، اللي التعاسه ديال الناس اش كنوصلوا لهم يوميا. حنا كنتجو التعاسه في المغرب، كنتجو المواطن التعيس سبحان الله، كنفرحوا يعني كنتج التعاسه وفرحان، كنسبب مشاكل كبيره في الحياه ديال المواطن. عقلتي فاش قلت لك كنقلبوا على المواطنين نشوفوا درجه السعاده ديالهم غنلقاوها هابطه؟ راه كاين واحد الشركه دارت واحد الدراسه لقاو بان درجه التعاسه ديال المواطن المغربي وصلت الى حد لم يصل لها المواطن في التاريخ. واش بعد الازمه ولا قبل الازمه؟ ولا شكون ما نبقاوش بعدا نهضروا بالازمه بالمفرد، خصنا نهضروا بالازمه بالجمع. الازمات دابا المغرب كيعيش ازمات، ازمه مور ازمه وازمه مور ازمه. ولكن راه ما كاينش اللي تيقتلني قد انا كان تيصحابني بزاف ديال المغالطات. سبحان الله، هنا باش كان الواحد تيعرف راسو بدا شي شويه ينضج، ديك كبرت كنبداو نشرفوا، يبدا يخرج لنا الشتيب، عاد تنبداو نفهموا شي حوايج. عندك صحابك تفهمها في 30 عام و35 و40 و45 و50 في المغرب، تبدا تفهم شي حوايج. حيت انا ما عندي اسرار، ما عندي معلومات، ما مصاحب مع شي واحد قريب يعطيني معلومات يقول لي هاك هذه، لا، انا مع الصف ديال المواطنين اللي كنشوف وكنقرا داكشي اللي كيقرا المواطن. ما عندي حتى شي امتياز اللي كنقلب على المعلومه كيعطيها لي شي واحد مخبعه في ميكا ديالها وغادي نخرج، لا كنبيعش هذه المعلومه هذه. انا اللي كنتكلم عليه هو الاحساس ديال المواطن. كيفاش المسؤول اليوم، كنت تنظن بان المسؤول، قلت لك بديت نعرف شي حوايج، كان تيسحبني المسؤول ملي كنسمعوا وزير، كان تيسحبني وزير هو من اذكى الاشخاص في المغرب، من احسن الاشخاص اللي قراو في المغرب، من احسن المدبرين اللي كاينين في الرجال ونساء المغرب، من ما نقولش من اتقى انا كنهضر على الذكاء وعلى العلم والمعرفه وحسن التدبير والحكامه، الخبره والتجربه طبعا، الحنكه. تنقول راه ما تنصدقش بانه يمكن لهم ياخذوا قرارات عشوائيه، ما كنصدقش انهم يكونوا جاهلين وياخذوا قرارات بلا ما يكونوا كيحيطوا بجميع المواضيع اللي كتعلق بداك القرار اللي غياخذوا. ما كنستوعبش هذه المساله هذه. تنقول لا، راه خداو قرار، هما راه مسؤولين، راه غيتحملوا المسؤوليه وراه عارف علاش خدا القرار. انا دائما كنبرر، دائما كندافع على المسؤول، حيت تنقول دائما الانتقاد سهل، ولكن تكون في منصب المسؤوليه راه صعيبه. ولكن راه تيبانوا لي شي حوايج حتى رجعت كنطيق، تنقول لا، يمكن عندنا مسؤولين، يمكن عندنا شي مسؤولين ذكائهم على قد الحال، تكوينهم ضعيف. حيت انا ما كنمشيش نبحث في المسؤول اشنو قرا وفين وصل واش من تجربه عنده واش من خبره وشنو غيجيب للمواطن المغربي، شنو غيجيب للشعب. عنده مسؤوليه ديال حقيبه، شد النقل، شد التجهيز، شد الماء، شد الطاقه، الكهرباء، وهذو كلهم دابا اليوم مجالات حساسه. رجعنا كنتكلموا على شي مسائل اللي هي تدخل في الامن القومي، يعني السياده الطاقيه، السياده الغذائيه، راه شي امور رجعت تتخلع. هذا العام اللي دوزنا ديال الكوفيد راه المستقبل صعيب، راه خص الناس يكون سيدي ومولاي اللي يتحمل المسؤوليه، اللي يدخل اليوم المسؤوليه. راه ماشي اللي يجي يجرب فينا بحال داك الحلاق يقول لك تعلموها اليتامى، تعلموها الحلاقه، تعلموها الحجامه، فريوس اليتامى. واش دابا حنا يتام باش يتعلموا فينا شي مسؤولين؟
والله ما بديت نفهم علاش اللي ما قادش بالمسؤوليه وما عندوش مؤهلات للمسؤوليه لاش يقلب على المسؤوليه، لاش يدخل الانتخابات ولاش يدخل البرلمان ولاش يقلب واحد ويرغب ويزوق ويجري ويقول انا بغيت نكون وزير. علاش بغيت انا ديروني في القائمه باش ناخذ المسؤوليه ديال هذه المؤسسه العموميه؟ علاش تتقلبوا على المسؤوليه ملي ما تكونوش قد المسؤوليه لا في التكوين ولا في العلم ولا في المعرفه ولا في التجربه ولا في التقوى؟ علاش غادي نلقاو تعدد المعارضه غتكثر في الشارع وغتكثر في المقاهي وغتكثر في المؤسسات العموميه فين كاين الموظفين تيشتغلوا غيكونوا كيديروا المعارضه، وفي القطاع الخاص غيكونوا كيديروا المعارضه في الوقت اللي كان خص البرلمان هو اللي يأطر المعارضه وتكون احزاب كدير المعارضه. حيت ملي الى غاب البرلمان وما اداش الواجب ديالو، الواجب ديال المعارضه كيرجع للشارع. ولا رجع المعارضه رجعت للشارع وحنا عندنا 45% الاميه و50% الاميه و55 ولا 53% ديال الناس مثقل الكاهل ديالهم بالقروض، و99% اليوم غير قادرين مهلوكين بغلاء الاسعار. كي تتخيلي معايا هاد الناس الا داروا المعارضه كي غادي يديروا المعارضه على التدبير دابا السياسي؟ اذا من الاحسن تكون عندنا معارضه مؤطره، ماشي معارضه بايعه الذمه ديالها، لا، خص المعارضه تكون مؤطره. كنقصد بالتاطير يعني كنمشيو باش نبنيو بلادنا. الحكومه ما يمكن لها تنجح في العمل ديالها الا اذا كانت معارضه في مستوى هذيك الحكومه. ولكن اذا ما كانش المعارضه غادي تبورد بصح على الحكومه ما غضربش حساب المعارضه، ما غضربلهاش حساب، حيت تقول لك المعارضه الا كانت عندي ضعيفه ما عنديش مناش نخاف، ما عنديش مناش نخاف. شكون غادي يجي عندي البرلمان يحاسبني؟ شكون اللي غادي يدير لجنه التقصي والتحقيق؟ شكون؟ ما كاينش. اذا الخطر اللي عندنا هو انه الشارع هو اللي يدير المعارضه، والشارع ملي تيكون عندنا الاميه قلت لك واصله 45 او 50%، راه ماشي بحال اللي كتكون عندك معارضه ديال الناس اللي هما واعيين. اذا انت خصنا نردوا بالنا ونكونوا كنتكلموا وتكون حاجه وحده هي اللي تتكلمنا وتهضرنا، هو حب هذا الوطن. وتنقولها وتنكررها، حب الوطن، حب الملك، والغيره على الدين ديالنا والغيره على بلادنا. هذا هو هذه الاشياء الوحيده التي خصها تحركنا المصلحه العامه، بلادنا تكون احسن بلاد. فهمتي؟ بعض المسؤولين ما حاسينش فين جالسين وتيجلسوا جلسه من خويا مع راسهم كيف قلت لك مبرد وكل شيء كيوصلوا للدار. خصنا نحيدوا هذا الشيء هذا المسؤولين، خصنا نحيدوا له السياره ونحيدوا له البستاني ونحيدوا له السائق ونحيدوا له الطباخه ونحيدوا له الامتيازات ونحيدوا له الهدايا اللي كيجيو ونحيدوا له المناسبات كل شيء تعيد وتيبارك وداك الشيء ما خصوش يبقى. هذاك راه تيخدم المواطنين، تيخدم المواطنين. التعويضات زول وداك السلطه اللي عنده باش يدير لي زور دو ميسيون، عرفتي سميتهم بالعربيه الاوامر بالمهمات والمهام، خصها تزول ويكون عنده الاجر ديالو. وريني ديك الساعات واش غيدخل شي مسؤول يتسابق على المسؤوليه؟ والله ما يدخل شي مسؤول ترغبيه ويتزوج يقول لك الله يخليك انا فين عايش راني مزيان. لا، حيت هو ما تيكونش عايش مزيان في واحد الموضوع في واحد الوضعيه ديالو، ولا عايش بما يرضي الله. ملي كتعطيه المسؤوليه كيتحلوا له البيبان وكيبدا وشي تيقول هذا الشيء كترجع المسؤوليه شي حاجه زوينه كتجر الناس كتجر. المسؤوليه راه شو الكلمه ديالها كتخلع المسؤوليه. سيساءل وسيسأل في الدنيا قبل الآخرة، ولكن إن لم يسأل في الدنيا سيسأل في الآخرة إن كنا نؤمن بيوم الآخرة. أنا بعدا كنآمن به، باش حيت للأسف رجعنا خصنا نهضروا بلغة شاملة. كاين اللي تيعترف وكاين اللي ما تيعترفش. إذا نهضر مع كل شيء إلا كانت تؤمن بالآخرة راه تكون المحاسبة في الآخرة. ولكن تنشوف بين الأجواء بين الحزن في عين الناس والألم في عين الناس وكل شيء. بزاف الناس كيشكيو بزاف وكاين اجراءات وتدابير اللي يمكن الحكومه تاخذها اللي هي مستعجله وتخفف عليه. انا ما بغيتش غير الحقد يكون في المواطن، ما بغيتوش يحقد على المسؤول. فهمتي؟ يكون تينتقدوا ولكن تيحترموا، ما يحقدش عليه، ما يبغيلوش الشر، ما يبغيلوش تصيبوا شي مصيبه. وصلنا الناس دابا كيدعيو كل شيء، كيدعي الصغير والكبير، اللي قاري اللي ما قاريش، اللي امي اللي عارف اللي عالم، كل شيء. دابا رجع هذه المواقع الاجتماعيه كتفتح البيبان لكل شيء. شحال هذه كان الواحد ملي كيبغي يدير محاضره ما هي وما لونها باش يدير محاضره، شحال وحنا كنستعدوا باش نديروا محاضره. دابا الواحد تيفتح الهاتف ديالو ويحطو قدامه ويدير شويه ديال الضوء ويدير الميكروفون مزيان ويبدا راك تكون المعارضه عندها بلاصتها والناس تكون كتناقش اراء ونحس انا كمواطن بسيط نحس بان الحكومه جات من اجلي،
الحكومه ما جاتش من اجل نصر الاغنياء. الحكومه خصها تجي من اجلي، انا مواطن، انا المواطن البسيط. ملي كنقول لك انا كنتكلم على المواطن، نعم. المواطن البسيط.